انتوا عارفين ايه الحاجة اللي ممكن تخليني ابقى مدينة لحد طول عمري؟ ومش زي ما انتوا فاهمين، مش حاجة كبيرة، يعني مش لازم يخرجني من ورطة او مشكلة انا واقعة فيها، ومش لازم يحل لي مشكلة، ولا حتى لازم انه يوقف حياته في فترة معينة عشان حياتي واقفة في فترة معينة خالص. لمجرد انه يشوفني، بس يشوفني في ظرف معين، يلمح ده ويقدر ده، ويحترم الظرف اللي انا فيه، ويحترم الحاجة اللي بمر بيها، يحترم حتى ان انا مخي مش في احسن احواله، وان قراراتي مش في احسن احوالها، يحترم حتى انفعالاتي في الفترة دي، يحترم حزني. مش لازم يحس بيه، مش لازم يمر بيه خالص ولا يحس بيه. محدش اصلا هيزعل على زعلك، مش مطلوب اصلا من حد انه يزعل على زعلك، يعني طبيعي مين اللي هيزعل على زعلك قدك؟ ولكن يبقى مقدره. انا بحس انه ارقى واسمى انواع الاحترام هو احترام الظروف، احترام ظرف مش بتاعك. احنا عايشين في زمن او في ظروف كل واحد عنده اللي مكفيه، كل واحد بيمر بظروف معينة هو عارفها، حتى لو مش مبينها، حتى لو الناس مش عارفة عنها حاجة. كل واحد عنده ظروف اللي مكفيه. ففي وسط كل ده ان انا احس ان في حد آه، شايف ظروفي وحاسس بيها ويقدرها، سواء ظروف حلوة فيفرح لي أو ظروف صعبة فيحس برضو بصعوبتها. ده بالنسبة لي أفعال مش بسيطة خالص خالص، أفعال كبيرة جدا وبتقول كلام كبير جدا من غير كلام. هي أفعال بتحكي كتير قوي من غير كلام، تحكي إن الشخص بيحبني، بيحترمني، بيقدرني، عامل مساحة ليا في حياته، في ظروفه. الناس النوعية دي بقت نادرة جدا ومش موجودة كتير خالص، تتعدى على الصوابع. الناس اللي بتشتري خاطري دي هتفضل طول عمرها، وقت ما يقولوا يا نشوى هيلاقوا نشوى جنبهم. عمري ما اقول لهم ابدا وانا مالي. وخصوصا ان كلنا عارفين كل واحد فينا له يوم، كل واحد فينا هيجي عليه وقت هيمر فيه بظروف صعبة، كل واحد فينا هيجي عليه يوم هيحتاج ان الناس تحس بيه وتحس بظروفه. لان دي سنة الحياة، يعني دي حياتنا، مفيش حد فينا هيعيش حياته من اولها لاخرها كده مش هيمر بظروف صعبة. كلنا هنمر بظروف صعبة، مش انا بس اللي بمر بظروف صعبة، او مش بس غير اللي بيمر بظروف صعبة، مش انا بس اللي هتجيلي ظروف حلوة، انت كمان هيجيلك ظروف حلوة وهتجيلك ظروف صعبة. دي كاس بتمر على الجميع. فانا عن نفسي الناس اللي زي ديت لما بيقابلوني في حياتي بيبقوا كسبوني مدى الحياة. طبعا العكس مع الناس التانية. لو انت في حد في حياتك بيقدر ظروفك ويقدر الظرف الحلو والظرف الوحش قبل الظرف الحلو، وشايفك وعامل لك حساب وشاري خاطرك، يحترم مشاعرك وظروفك والتوقيت، ويحترم القرار، ويحترم حتى المساحة اللي انت عايز تاخدها، ويشتري خاطرك، ده الشخص اللي يكسبك مدى الحياة واللي تفضل مدين له مدى الحياة.